بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم باشمهندس احمد هاني. ان شاء الله النهارده المحاضره رقم 6 لينا في كورس الاوتوكاد. احنا كنا اتكلمنا قبل كده يا باشمهندسين في المحاضرات اللي فاتت، كنا اتكلمنا عن بعض الاوامر اللي احنا بنستخدمها كمهندسين كهرباء باور في برنامج الاوتوكاد، او اللي تهمنا كمهندسين كهرباء باور في برنامج الاوتوكاد. ان شاء الله النهارده هنكمل كلامنا عن الاوامر اللي احنا درسناها قبل كده، هنكمل كلامنا بقى عن اوامر جديده هنبدا ان احنا نتعامل معاها، هنشوف كيفيه استخدامها، هنشوف كيفيه التعامل معاها او بيتم التعامل معاها بشكل ان ديتيلز اكتر، بيكون الموضوع عامل ازاي. طبعا يا باشمهندسين احنا كنا قلنا قبل كده ان الكورس ده خاص لمهندسين كهرباء باور، بمعنى ان احنا بنشرح برنامج الاوتوكاد من وجهة نظر مهندسين كهرباء باور، يعني مش من وجهة نظر مدني او مش من وجهة نظر معماري. إن مهندسين مدني ومهندسين معماري بيستخدموا برنامج الاوتوكاد، بيستخدموا فيه اوامر اكتر مننا، ولكن احنا بنستخدمه في الحاجات اللي تهمنا في الشغل بس، فاحنا بناخد الحاجات اللي تخصنا احنا بس كمهندسين كهرباء باور. ان شاء الله بقى النهارده هنكمل كلامنا في هناخد النهارده امر اسمه تكست، وهناخد امر دايمنشن، وهناخد امر تيبل، وهنشوف الثلاث اوامر دول بيتم التعامل معاهم ازاي. احنا طبعا المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن قائمه دروب الاوامر بتاعتها، واتكلمنا عن قائمه موديفاي بالاوامر بتاعتها. طيب ان شاء الله بقى النهارده هنبدا بامر تكست. امر تكست طبعا يا باشمهندسين زي ما انتم عارفين كده ان هو فيه تو اوبشن. الاوبشن الاولاني حاجه اسمها مالتي تكست، والحاجه الثانيه اسمها سنجل تكست او سنجل لاين. الفرق ما بين الحاجتين يا باشمهندسين بكل بساطه ان هو انت مثلا لو كتبت كلمه، كانت الكلمه لو كتبت مثلا جمله في سطر اول وجمله في سطر تاني، فلو انت مستخدم امر اللي هو مالتي تكست، ده هيتعامل على ان السطرين دول كلهم او الكام سطر اللي انت كاتبهم دول كلهم عباره عن بلوك واحد. انما السنجل لاين بيتعامل على ان لو انت كتبت مثلا كلام كان عباره عن سطرين، فبيتعامل مع السطر الاول على انه هو بلوك واحد، والسطر الثاني على انه هو بلوك تاني خاص بنفسه. طيب تعال نشوف الكلام ده بيتم ازاي عمليا. وليكن مثلا انا هرسم شكل كشاف، وهسميه اسم معين عشان نبدا نشوف احنا هنعمل الامر ده ازاي. وليكن مثلا رسمت كشاف بالشكل ده كده، دي دايره كده مثلا بتدل على ان هو كشاف. وجيت مثلا من هنا عايز ارسم دايره كمان جواها، وليكن بالشكل اللي هو ده كده اهو. وهعمل مثلا هاتش هنا للحاجات اللي هي جوه بالشكل ده، فده وليكن مثلا كشاف بالشكل ده كده. طيب الكشاف ده وليكن مثلا كان اسمه احمد هاني. طيب تعالى نسمي بقى الكلام ده احمد هاني. اول حاجه هنستخدم امر اللي هو مالتي تكست، فهاجي هنا عايز اكتب كلمه احمد هاني. هنا تعالى نشوف كده هنكتبها ازاي. ادي احمد، ماشي، وادي كلمة هاني. حلو الكلام، وضغطنا كده فهو سيف الكلام عنده ككلمة أحمد هاني. طيب لو أنا جيت بقى عملت سيلكت على كلمة أحمد، هتلاقيه هو بيعمل سيلكت على كلمة هاني أوتوماتيك. يعني بص، أنا لو عملت سيلكت على أحمد هو عمل لي سيلكت على كلمة هاني كمان، مع إن دي في سطر ودي في سطر. ولكن هو هنا عشان إحنا استخدمنا أمر اللي هو المالتي تكست، فبيتعامل مع اي كلام انت بتكتبه مثلا في سطر او اتنين او تلاته او اربعه، بيتعامل معاه كله على انه هو بلوك واحد. فلو انا مثلا جيت عملت ديليت هتلاقيه مسح لك الكلمتين مع بعض. تمام تمام. ده كده اول امر اللي هو المالتي تكست. طيب تاني امر اللي هو بقى اسمه السنجل لاين او السنجل تكست. لو جيت ضغطت عليه كده وجيت مثلا عايز اكتب كلمه كلمه مثلا اي كلمه عادي عايز اكتبها، ولكن مثلا برضو هكتب كلمه احمد هاني. برضو ادي احمد، ادي احمد، وادي كلمه هاني. تمام، عشان بس نوضح الفرق ما بين الحاجتين. لو جينا بصينا يا باشمهندسين هنا كده، هو هنا عملها معوجه، لان انا كنت عاوج البتاع في الاول. هعمل مثلا من هنا روتيت بالشكل ده كده اهو، هخليها تبقى زاويه ايه، مش هتنفع. ماشي طيب بص، نعدل الكلمه وليكن بالشكل ده كده. نيجي مثلا على كلمة أحمد. إحنا بص شوف، إحنا أخدنا أمر روتيت قبل كده، فإحنا دلوقتي بنستخدم اللي هو الأمر روتيت عشان خاطر نظبط الشغل بتاعنا. أنا هعمل لها ديليت وهعملها من الأول تاني أحسن. أدي بص، أدي سنجل لاين تكست، أدي أهو. نفعل أمر القرص عشان الموضوع يبقى إيه بشكل أوضح يعني. بص كده، هنكتب كلمة أحمد، أدي أحمد، وأدي كلمة هاني. تمام تمام، حلو الكلام ده قوي. لو جيت أنا عملت روتيت من هنا كده أهو، كده انا عايزها هنا كده بالظبط كده، وهنزلها لتحت شويه، هعمل لها موف
اوامر اللي احنا اخدناها قبل كده. طبعا هو بيحرك في زاويه 90، فانا هحركها هنا كده. ولكن الكشاف ده كده اسمه ايه؟ احمد هاني. فلو انا جيت بقى، احنا هنا استخدمنا اللي هو امر سنجل تكست. لو انا جيت عملت سيلكت على كلمه احمد، مش هيعمل لي سيلكت على كلمه هاني. ليه؟ لان زي ما قلت لك هو بيتعامل مع الكلام اللي بيبقى في السطر الاول على ان هو بلوك واحد، والكلام اللي هو في السطر الثاني على ان هو بلوك تاني خاص بنفسه. يعني لو انا جيت عملت هنا عايز امسح كلمه احمد، اقدر امسحها لوحدها. عايز امسح كلمه هاني، اقدر امسحها لوحدها. ده الفرق الجوهري ما بين اللي هو المالتي تكست والسنجل تكست بشكل بسيط وموضح. يعني بيفضل انك انت لو هتكتب مثلا كلام ليه علاقه ببعضه، يعني مثلا كلمه احمد هاني دي وليكن كان اسم الكشاف ده اسمه احمد هاني وليكن، ده على سبيل المثال. فلو انت عايز الكلمه اللي هي كلمه احمد هاني دي هي تبع الكشاف ده، اعملها بامر مالتي تكست. انما لو انت عايز تكتب سطر والسطر الثاني ده ليه علاقه بحاجه ثانيه، يبقى ايه؟ تستخدم الامر اللي هو سنجل تكست بكل بساطه وبكل سهوله. ده كده اول امر معانا في المحاضره بتاعتنا النهارده، وهو امر تكست. طيب تعالى بعد كده ناخد امر دايمنشن. وليكن مثلا يا باشمهندسين انا هعمل لاين بالشكل ده كده، وليكن طوله هيبقى 10 سم. فانا عملت اللاين بالشكل ده. لو انا عايز احسب الطول بتاع امر دايمنشن، فبضغط على اول حاجه كده، بروح على العلامه دي كده واضغط هنا احدد الفيرست بوينت وبعد كده السكند بوينت وبعد كده ايه اعمل بالشكل ده. فهو هنا قال لك ان طول الخط اللي انت عملته ده 10 سم. لو جيت انا ضغطت على السهم ده كده، هتلاقي عندك هنا شويه حاجات. اول حاجه بيقول لك لينير. اللينير ده معناه ان هو بيقيس لك الخطوط اللي هي المستويه. يعني ايه مستويه؟ يعني مثلا خط زي ده كده، ده كان خط مستقيم، فهو انت هنا استخدمت امر اللينير علشان يحسب لك الدايمنشن بتاعه. انما امر الايند ده بيستخدم لقياس الخطوط المائله. الخطوط المائله وليكن مثلا بالشكل ده. تعالى نعمل مثلث. ادي مثلث قائم الزاويه اهو بالشكل ده كده. عملنا مثلث بالشكل ده. انا عندي الخط ده مايل. لو انا عايز احسب الطول بتاعه، باجي ضاغط هنا كده واجي ضاغط على امر الايند بالشكل ده، احدد الفيرست بوينت وبعد كده احدد السكند بوينت وبعد كده هو هيقول لي الطول بتاعه كام. قال لك الطول بتاعه 7.0429 سنتيمتر. ده كده الطول بتاعه. لو عايز احدد الطول بتاع ده، اختار بقى الامر الاولاني اللي هو ايه؟ اللي هو اسمه لينير، اللي هو بالشكل ده. احدد الفيرست بوينت. مش الفيرست بوينت. بص اهو، اضغط عليه تاني. الفيرست بوينت اهي، بعد كده السكند بوينت اهي، بعد كده اهو قال لك ده الطول بتاعه. لو انا عايز احسب الطول اللي تحت ده برضو بامر ايه؟ بامر من خلال امر لينير. طيب ده كده الموضوع بكل بساطه. طيب تعالى بعد كده مثلا عندك هنا حاجه اسمها الانجولار. انجولار ده امر بيستخدم لقياس الزاويه بين ضلعين. انا دلوقتي عارف ان المثلث ده قائم الزاويه. لو انا عايز احسب بس الزاويه اللي هي ما بين الضلع ده والضلع ده، هحسبها ازاي؟ هروح على امر انجولار. اول حاجه بيقولها لك، بيقول لك سيلكت الايه؟ اللاين الاولاني. ادي اللاين الاولاني. بعد كده هيقول لك سيلكت اللاين الثاني. ادي اللاين الثاني، وقال لك الزاويه ما بينهم كام؟ 90 درجه بالشكل اللي قدامك ده. دي كده الامر اللي هو اسمه انجولار. طيب ارك لينس ده انا بستخدمه لو انا عندي مثلا ارك بالشكل ده. ادي حددت الفيرست بوينت وبعد كده السكند بوينت وادي ايه؟ الارك عندي بالشكل ده. لو انا عايز احسب الطول بتاع الارك ده، بروح هنا على حاجه اسمها ارك لينس، اضغط عليها وبعد كده بحدد الارك بتاعي. هو بيقول لك ايه الطول بتاع الارك بتاعك ده عامل ازاي. طيب امر راديوس وامر دايمتر، الاثنين دول، ده الاولاني بيستخدم لقياس نصف قطر الدايره، والامر الثاني ده بيستخدم لقياس القطر بتاع الدايره زي ما هو موضح بالشكل ده. يعني مثلا وليكن انا عندي دايره بالشكل ده كده، وعايز اعرف القطر بتاعها. اجي ضاغط على دايمتر واجي عامل سيلكت على الايه؟ على الاوبجكت بتاعي. قال لك هنا ان القطر بتاعها ب 3.5 باي، يعني القطر بتاعها. لو عايز تعرف الراديوس بتاعها، بتضغط على الراديوس بعد كده تعمل سيلكت للاوبجكت. بعد كده بيقول لك ان الراديوس بتاعها الار بتاعها 1.7773. ده كده الموضوع بكل بساطه في امر اللي هو اسمه دايمنشن. ده كده تاني امر معانا. طيب تالت امر معانا وهو امر تيبل. امر تيبل ده يا باشمهندسين امر مهم جدا 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 لينا كمهندسين كهرباء باور. ليه؟ لان انا بستخدمه في عمل بعد كده في الحاجات الادفانسد شويه. هقول لك ان احنا بنستخدمه لو انا عايز اعمل ليجند مثلا. عندي انا في اللوحه بتاعتي استخدمت 10 كشافات
كل كشاف كان كذا واط، الكشاف من ماركه شركه كذا. بعمل الكلام ده في جدول، فبستخدم امر تيبل ده علشان يسهل عليا الموضوع. فبضغط على امر تيبل كده وببدا ان انا احدد مثلا عدد الصفوف بتاعتي وعدد الاعمده بتاعتي، والداتا اللي هو المسافه اللي هي ما بين كل صف وصف وكل عمود وعمود، انت سيبها زي ما هي بالايه بالديفولت بتاعها، ما تغيرش فيها حاجه. ولكن لو انت عايز تغير عدد الصفوف وعدد الاعمده بتغيرهم من هنا. ولكن عملت اوكي، فتيجي مثلا هنا كده هو حط لك الايه، حط لك الجدول بتاعك 3 في 3 اللي هو 3 صفوف في 3 اعمده. هنا بتكتب طبعا ان هو مثلا وليكن الجدول ده وليكن خاص بايه، خاص بالكشافات اللي هو يعني خاص باللايتنج، وليكن بالشكل ده كده. فكتبنا هنا لايتنج. بكتب هنا بقى مثلا اللي هو الكشاف الاولاني وليكن مثلا كان اسمه A، ماشي. بعد كده الكشاف الثاني كان اسمه B. بعد كده الكشاف الثالث وليكن كان اسمه C. بعد كده الكشاف اللي هو الرابع كان اسمه دي. تمام. بعد كده بحط هنا مثلا الوات بتاعه، بعد كده احط الماركه بتاعه الايه الكشاف، والموضوع بيتم بكل بساطه وبكل سهوله. دي كده الاوامر اللي كانت معانا النهارده يا باشمهندسين في بالنسبه للحاجات اللي هي خاصه بامر تكست ودايمنشن وتيبل. مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده، ولكن حابب انوه عن حاجه اخيره في الفيديو بتاع النهارده. هو ان احنا ان شاء الله باذن الله بالشكل ده هنبقى احنا كده خلصنا معظم الاوامر اللي تهمنا كمهندسين كهرباء باور في برنامج الاوتوكاد. فاضل لنا حاجات بسيطه في الحته اللي هي بتاعه اللايرز دي. ولكن مثلا انا عايزك بس كل اللي تبقى عارفه في امر لايرز ان احنا هنا واحنا شغالين بنرسم، هو هنا الخط اللي انت بترسمه ده البرنامج الكاد بيفهم ان دي حاجه اسمها لاير. اللاير دي مثلا اسمها زيرو زي ما هو موضح هنا اهو زيرو، ولون اللاير دي ايه؟ لونها ابيض، فعشان كده هو بيرسم لك باللون الابيض. طب هل هو انا ينفع ان انا اعمل لاير واسميها باسم معين واغير اللون بتاعها؟ اه تقدر تعمل الكلام ده. طيب اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ هنزود الحته دي في الفيديو. باجي هنا اضغط على حاجه اسمها لاير بروبرتيز، اضغط عليها كده. بعد كده بلاقي حاجه اسمها هنا نيو لاير، بضغط عليها كده. بعد كده وليكن مثلا هسمي اللاير بتاعتي دي مثلا هي اللاير اللي انا هرسم بيها الكشافات، فهسميها وليكن ايه لايتنج. تمام. واللايتنج دي انا عايز اللون بتاع اللاير دي يبقى لون مثلا لونها باللون الاخضر بالشكل ده. بعمل اوكي، بخليها بضغط عليها دبل كليك عشان يبقى جنبها علامه صح عشان تبقى هي الاكتف لاير عندي هنا. بعد كده بضغط على الاكس واطلع. لو انا بقى جيت مثلا عايز ارسم كشاف وليكن كشاف بالشكل ده كده اهو، ما الموضوع بقى خلاص هيبقى بسيط بقى. وهرسم دايره تانيه وليكن هنا عشان ايه نعمل شكل الكشاف وليكن بالصوره دي كده يا باشمهندسين. وعايز اعمل هاتش وليكن للحاجات دي كده. شوف انا كده عملت كشاف على اللاير اللي هي اسمها ايه، على اللاير اللي هي اسمها لايتنج اللي انا عملتها، وغيرت اللون بتاعها وغيرت اللون بتاع اللاير بتاعتي. كده يا باشمهندسين احنا يعني لمينا معظم الاوامر اللي انت ممكن تستخدمها كمهندس كهرباء باور، اللي انت ممكن تستخدمها كمهندس كهرباء باور في التعامل مع برنامج الاوتوكاد. طيب فاضل لنا ايه يا باشمهندس احمد؟ فاضل لنا حاجات بسيطه. ايه هي الحاجات البسيطه؟ الحاجات البسيطه دي هتبان في الشغل اللي جاي، يعني ان شاء الله في المحاضره رقم 7 و8 و9 و10 هيبقى 4 محاضرات. كل محاضره هناخد فيها تاسك ونبدا ان احنا نشتغل عليه بالاوامر اللي احنا اخدناها. وخلال شغلنا ده هيبان بعض الهنتات اللي ما اتقالتش في استخدامات الاوامر. فانت لازم تبقى فاهم الحاجات. اول حاجه لازم تذاكر ال6 محاضرات دول كويس قوي قوي قوي، وتعرف كل الاوامر اللي احنا اخدناها بشكل كويس قوي. وبعد كده ان شاء الله باذن الله لما نبدا ناخد التاسكات هتبقى انت كده خلاص بالنسبه لك برنامج الاوتوكاد فينش، وتبقى انت كده قدرت انك انت توصل لمرحله كويسه جدا في برنامج الاوتوكاد. مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.